ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي أن قاضيا فرنسيا أصدر مذكرة توقيف دولية بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بحق السكرتير الأول للسفارة الجزائرية في باريس سابقا صلاح الدين سلوم. وبحسب الصحيفة الفرنسية فإن الدبلوماسي الجزائري السابق متهم بالضلوع في اعتقال واحتجاز واحتجاز تعسفي للناشط واليوتيوبر الجزائري أمير بوخرس المدعو أمير ديزاد. ووجه القضاء الفرنسي للمسؤول الجزائري السابق تهمة المشاركة في تكوين عصابة إجرامية إرهابية بهدف التحضير لجريمة أو أكثر، وذلك بهدف اختطاف أمير بوخرس الحاصل على اللجوء السياسي في فرنسا.